مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم. نستهل هذه القناة وهذا الفتح والافتتاح بالصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد عليه ألف صلاة وأزكى السلام. قبل الخوض في تفاصيل الفيديو، بداية موفقة مباركة لجميع الصاعدين في هذا المجال، ونسأل الله العفو والعافية من كل شيء يؤذينا ويؤذيكم. صلاة وسلام على نبينا عليه ألف صلاة وأزكى سلام. قناتي توافيكم بجديد الأخبار سواء كانت داخلية أو خارجية. سنعمل مجهوداتنا ونعمل مجهودنا لإعطائكم الخبر الرسمي الصحيح والمصداقية إن شاء الله 100%. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة وتفعيل جرس المشاهدة ليصلكم جديد أخبارنا يوميا. نسرين سماي في ظهورها وبعد ظهورها في عدة حصص وعدة روبورتاجات مرت بها، وفي لايفاتها وهي تبكي حيث أنها أمضت أياما عصيبة في حياتها. نسرين سماي لها ابنة، وقالت بأن ما وصلت إليه اليوم ليس بالسهل. نسرين سماي قالت بأنها مرت بظروف عصيبة جدا في حياتها، ولم تجد سندا لها سوى عائلتها الصغيرة. نسرين سماي كانت قد مرت بعملية جراحية خطيرة جدا، حيث استأصلت شيئا خطير ولله الحمد والعافية. هي نسرين سماي تظهر في فيديو آخر اليوم راجية ومتمنية من متابعيها الدعاء لها بالشفاء، حيث قالت بأنها ستقوم براديو إيرام الذي سيؤكد شكوك الأطباء نعم أو لا حول إصابتها بالمرض المزمن، المرض المؤلم، مرض البطانة المهاجرة الذي صار مرض العصر. مرض البطانة المهاجرة يعسر الإنجاب، حيث أنه يصيب الرحم داخل الرحم أو خارجها أعضاء خارجية منها. مرض البطانة المهاجرة مرض لم يتمكن الأطباء ليومنا هذا من إيجاد العلاج له سوى بعض المهدئات والمسكنات، وحيث أنه أصبح له يوم عالمي في الدول الأوروبية، ومرضاه في الدول الأوروبية يستفيدون من الدواء المجاني إلا في الجزائر، لأن الدواء باهظ جدا من 6000 دينار جزائري، والإبر يمكن أن تصل إلى 4 ملايين سنتيم. نسأل الله السلامة لكل المرضى والشفاء يا رب العالمين. وفي الأخير أعزائي، لا تنسوا الصلاة والسلام على خير الأنام، وندعو الشفاء لنسرين سماي يا رب العالمين. اللهم اشفها واشف كل مريض يتألم داخل المستشفيات أو خارجها. إلى اللقاء.